آخر عهد دولة الأغالبة ظهرت دعوة الدولة العبيدية على يد عبد الله الشيعي، ولكنه كان ينادي بالإمامة لشخص يدعى عبيد الله المهدي، كان يلقب نفسه بالمهدي. احتاج لمدينة أشبه ما تكون بحصن عسكري، مدينة المهدية، والسبب أن البيئة المحيطة فيه بيئة معادية، مخالفة له في المذهب، مخالفة له سياسيا، مخالفة له في كل الاتجاهات. فأخذ يبحث في الساحل التونسي حتى وجد هذه الربوة يحيط فيها البحر من 3 جهات، وفيها ميناء فينيقي، ميناء بونقي قديم من أيام القرطاجيين، فقال هنا المنزل. فجاء وكان يحمل أموال كثيرة، أموال الخمس، فبنى مدينة المهدية وأحاطها بالأسوار، أصبحت شبه حصن عسكري، وجعل لها هذه البوابة الوحيدة ناحية البر تسمى بالسقيف الكحلة كي تحميه من البيئة المحيطة فيه.